انا راح اسمع قصة شخص. تخيلوا انه شخص توفى بسبب مشاكل عائلية بسيطة. نشرت على الانستا وقلت لكم اي شخص صاير وياه قصة خلي يكتب لي اياها، وتفاجأت بهاي القصة. هي المشكلة انه سببت بموت شخص كانت مشاكل المفروض تنحل. انا ليش جاي اسولف لكم؟ تعالوا خلينا نسمعها. ابن عمتي عمره 3 سنوات بدا يبات يمنا. اعطينا اسم لابن عمتك، اي اسم. تمام، ابن عمتك منتظر يبات يمكم من هو عمره 3 سنوات. كمل. من كبر اهله قاموا يجون علي اكثر من مره، فكان يطلع لهم والدي يهدئ بالسالفه. يجون علي شنو يردون؟ يجون يردونه يقولون خلاص بعد نريد الولد كبر يمكن نريده. الولد من كان صغير مربيته بيبيته، يعني متعود على بيبيته بشكل مو طبيعي. لحد ما صار عمره 24 سنه اهله يطالبون بي، اجوا اكثر من مره او مرتين، يطلع لهم والدي او جدي او بيبيتي يهدئون بالسالفه انه بيتهم وبيت جده ماكو فرق عن بيت اهله. هذه بعد عندنا مناسبه راحوا بيها كل عائلتنا، وبقيت بس اني ومنتظر بالبيت. فاجى والد منتظر، طلعت له اني قال وين منتظر؟ قلت له ايش تريد من عندي؟ قال اريده. قلت له والده ما هو؟ انا كل والدي كل مره يطلع يتفاهم وياه. ابوه كان يريده يحبه لو يريده هيك يعني عناد بيكم؟ كانت مشاكل بين والدي وهو. كبر الولد وضاع، زاد الخوف عندنا لان ابو منتظر جاي وسلاحه بيده. خابرت والدي اكثر من مره مغلق. بعائلتنا هو شنو يريد؟ يريد ابنه قوة عليكم وجايب سلاحه. يريد قوه علينا وجاي يعني الشر بعيونه، لا يقتلني لا يقتل ابنه او يقتلنا اثنين. زين ابنه ليش ما يروح وياه يفضل السالفه؟ تعود يعني قد ما يريد متعود يعني. على بيبيته ومتعود علينا لين راب ويانا من الصغر. انا ما عندي حل بعد لان ابوه رمى طلقتين عشواء فوقانا، فانا زاد الخوف عندي. صعدت للسطح خابرت عمي، قلت له عمو هيك السالفه. فاجى عمي بحلتنا بيته قريب على بيتنا، كان اجى لزم ابو منتظر قال له شنو السالفه ومدري شنو. قعدوا بالاستقبال تفاهموا. هنا بدا العناد وبدا الخبث، قاموا يضربون بيه ويأذونه كل ما يشوفونه طالع بالشارع. يعني ولد عمه بشكل عام، وضربوه بالكرك كسروا خشمه، ضربوه بالبوريه كسروا رجليه اثنيناتهم، شوهوا وجهه. هنا ابوه ما مل ورجع عليهم مرة ثانية. يجول يصيح ويغلط. تعبت نفسيته بعد الضرب والاذى والغلط والتفشيل اللي قدام جماعته. كانوا على اكثر من مره يفشلونه قدام جماعته ويضربوه قدام جماعته. منتظر طبل غرفه والدي اللي هي بها سلاح، وصد فوق الكنترول طلع السلاح. بعائلتنا انت تباوله من الشباك، فخلى بيها طلقه ووجهها على بطنه، ضرب روحه طلقه. طلعناه شلناه انا وعمي. اول ما وصلنا المستشفى دخلوا العنايه المتجدده، قالوا بس نسوي له عمليه بطلع الرصاص المنتشر داخل بطنه. قعدنا تقريبا بين نص ساعه وهاي نص ساعه علنا وفاته، وقالوا توفى. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد عمي طلع سلاحه وراد يضرب ابو منتظر، بس شافه ابو منتظر متاثر. كل هذا اللي صار بسبب مشاكل العائلتين، بسبب الكراهيه، بسبب الحقد. شنو اللي استفادوا وشنو اللي حصلوا؟ لا حصلوا هاي ولا حصلوا هاي.